لأي واحد كيقول ما قدرتش، صعيبة ما قدرتش نوصل، صعيبة ما حاجتش نوصل، نتفق معاك. هاد الأفكار هذا هو الشي اللي كلشي كيطرا، كلشي كيجي لبالو، ولكن راه ما كاينش شي حاجة مستحيلة، ما كاينش شي حاجة صعيبة. هادوك أفكار تيجيونا فشي لحظات اللي بصح تيبان لينا راه ما يمكنش نوصلوا ليهم، ولكن هاديك اللحظة بالضبط هي اللي كتخلق الفرق بين واش فريمون غادي تكمل وتوصل ولا غادي تحبس تما وطيح. حيت هادوك الافكار كيجيو الناس كاملين اللي بداو في الاول، حيت ماشي كلشي كيوصل للاخر. كاين اللي كيوصل معطل، كاين اللي هو ما كيبغيش يوصل، صافي تيطلق في نص الطريق. كاين اللي كيوصل وراه كلهم بداو لنفس البلاصه، ولكن هذاك اللي وصل في الاخر جاو دوك الافكار اللي جاو الناس اخرين، ولكن هو لا، قال ما عنديش اختيار، حط هذاك لوبجيكتيف ديالو هو الحاجه الوحيده في حياته، وقال يا اما غنوصل ليها يا اما غادي نموت وانا في الطريق. يعني ما كاينش شي اوبشن اخرى، فهمتي؟ ما الا كنتي فريمون ديك الحاجه باغيها راه غتخليها هي الفوكس ديالك، غتبني حياتك عليها يعني، وضروري ربي غادي يسلك وغادي يوصلك ليها. خاصك غير تمشي باش ما كان طحتي عاود نوض، طحتي عاود نوض وكمل. هذه هي سنة الحياة، ما كاينش غير شي حاجه غتجي بالثمن. دير باش ما قديتي، ماشي ضروري تهبط صوارخ ولا دير علاش ما قديتي، جهدك ديرو والكمال على الله سبحانه وتعالى. غير هو المهم ديما صفي نيتك وخلي الغرض ديالك يكون نقي وزوين بينك وبين الله، هو الاول. عاد ديك الساعات بينك وبين الله هو الاول. المهم اللي بغيت نقول راه كنا كتجينا ديك الافكار، كنا شي مرات كنبغيو صافي لاشيو، تنقولوا راه ما يمكنش، الطريق مسدوده راه الظلام، ولكن ملي كتمشي كتغطس في هذاك الظلام كتلقى الضوء من بعد، كتلقى الطريق من بعد. ملي كتبان لك الطريق مشوكه سير وسط هذاك الشوك راه غتلقى الورد من بعد. هذه هي سنة الحياة. راه اللي كيخلي واحد يعوج الرويض وواحد يدوز في داك الشيء ويكمل، راه هو شنو عندك لداخل، واش فريمون باغي الحاجه ولا واش مآمن بها، واش ما مآمنش بها، واش مآمن براسك وتايق في الله سبحانه وتعالى ولا لا. الا كنتي تايق في الله سبحانه وتعالى ومآمن براسك راه مستحيل شي حاجه غادي توقفك. واخا طيح عاود نوض، غطيح وعاود نوض. هذاك العصا اللي كتاكل في الطريق هي اللي كتقصحك وكتربيك وكتعلمك شحال من حاجه، كتخليك حكيم. واحد النقطه زوينه، كتخليك حكيم وكتقدر تريزوني، كتقدر تميز بزاف ديال الحوايج، ماشي بحال واحد ما مدوش هي غادي على الله. غدار بك المره الاولى الثانيه الثالثه غادي تغدر، غتقول علاش، شنو هذا الشيء، مالي انا، واش غير انا اللي كاين، بزاف ديال الحوايج. ولكن هذاك الطريق دوزك من الله سبحانه وتعالى على سبب، ماشي غير هكاك. حيت كون ربي ما كيشوف جهتك ولا ما مسوقش ليك ولا هذا، راه ما غاديش يبدا لك بتا شي حاجه، ما غاديش يحط في طريقك شي حوايج صعاب، ما غاديش يجيب لك شي لحظات اللي غادي تفقد الامل فيهم في الناس ولا تفقد الامل في كل شيء باش تلتجئ الله سبحانه وتعالى. راه كل ما كانش الله سبحانه وتعالى باغي يشوفك ملتجئ ليه، ما غاديش يحط لك هذاك الشيء في طريقك، يقدر يسرها لك، يقدر ينساك. فهمتي؟ اللهم ما حد عشتي في حياتك شي حوايج صعاب، ما حد واجهتي مواقف صعيبه، غدروك ناس اللي ما عمرك تتوقع يغدروك، طراو لك شي حوايج اللي ما عمرك كنتي موقع انهم يطراو لك. ديما دير في بالك بلي راه كاين الله سبحانه وتعالى هو كل شيء. والله يكون الا استحضرتي بان راه معك الله، راه معك الدنيا وما فيها، معك الكون وما فيه، ما تحتاج حتى شي واحد. هذه اللي بغيتك ترسخ في راسك انت وانت. ديما الهضره ديالي موجهه للولاد والبنات. انا كنهضر اكثر هي في السبور، ولكن مره نبارطاجيو شي حاجه بحال هكا مع بعضياتنا. نتمنى الفكره تكون وصلات، الميساج يكون خفيف ووصل. ومن الاخر اللي بغى شي حاجه راه يوصل ليها، خصو غير يصبر ويكمل ويصبر ويكمل ويصبر ويكمل، وربي ان شاء الله والله حتى غادي ييسر. تهلاو ليا في راسكم، اللي احتاج شي حاجه عندها علاقه بالرياضه، داكشي اللي تنبارطاجيو مع بعضياتنا، مرحبا على الراس والعين. تهلاو ليا في راسكم، وديما كما العاده ديالنا تحركوا. يلا تهلاو.